السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة دائما مع الوصفات الخاصة بالشهر الفضيل. اليوم خيرت لكم زوج وصفات ولا 3 وصفات. الوصفة الأولى راح نديرو وصفة شوربة فيرميسيل، راح نديرها لكم على طريقتي، تجيكم بزاف بنينة وراح نمد لكم مقادير مضبوطة إن شاء الله. وراح نديرو ثاني وصفة شطيط اللحم، راح نمد لكم طريقة تاعي، وانتم اكيد احرار في طريقه الطهي تاع الشطحه تاعكم، لكن الطريقه اللي نمدها لكم صدقوني تجيكم بنينه وتجيكم عاقده وتجيكم خاطره والبنه ما نحكي لكمش. تابعوا الفيديو للاخير باش تكتشفوا معايا كامل تفاصيل الوصفات. بسم الله بلا ما نطول عليكم. اول حاجه راح نبداو بالشوربه تاعنا. دايما الشوربه ولا الاطباق التقليديه نخدموهم بالسمن والزيت من المستحسن. هنا بالنسبه للحم تقدروا ديروها بالدجاج، باللحم تاع الغنمي ولا تاع البقري، لكم الاختيار. هنا عندي توابل خاصه بالشوربه، عندي نصف عود من قرفه سريلانكا، يعني شريتهم كامل من محلات سيدي مولاي. بالنسبه للتوابل، ملح، شويه بابريكا، شويه زنجبيل، فلفل اسود وشويه قزبر، واكيد شويه تاع النعناع راح نديروه في الاخير، يعني كلمسه اخيره. يعني هذو هما التوابل، دايما نشريهم من محلات سيدي مولاي، بزاف هايلين التوابل تاعهم. هنا نبداو نقليو قبل هذاك اللحم هذاك. انا نفضل دايما الشوربه تاعي نديرها بريكوت على خاطر تجي بزاف بنينه. اكيد تقدروا ديروها بالدجاج، تقدروا ديروها بالغنمي، تقدروا ديروها بالبقري اللي متوفر عندكم، ولا بار اللي تكون اكيد متوفر عندكم ما يهمش. المهم تقليو هذاك اللحم وتزيدوا بصله تكون صغيره تكون مسكرفجه. بعد ما يتقلى هذاك البصل راح نزيدو حبة طماطم تكون مسكرفجة، حجم تاعها شوية كبير من المستحسن، ملعقة صغيرة تكون معمرة تاع طماطم المصبرة. انا هنا دايما بالنسبة للطماطم المصبرة نخدم بهذه عمر بزاف هايلة، يعني اللون تاعها ما شاء الله، وحتى يعني ما فيهاش بزاف، يعني ما فيهاش لاريارغو في المرقة تاعك، يعني ما فيهاش بزاف الحموضيه هذيك. هنا راح نديرو توابل، ديروا هذيك الحميصه تاعكم اذا ما كانش طيبه من الاول. هنا كما شفتوا درت التوابل تاعي اللي هما زنجبيل، شويه بابريكا، وشويه من الفلفل الاسود والملح اكيد، وندير تابل خاص بالشوربه وشويه قزبر ثاني. وهنا ندير كمية من النعناع اليابس، ونزيد كمية بعد ما يطيب، بعد ما طيب هذيك الشربات تاعي، يعني ونديرو ربطة بين الحشيش والكرافس ونخليوها تتقلى. هنا برك نزيدو كمية قليلة تاع الماء هكا باش ما يتحرقوليش التوابل تاعي، ونخليها تتقلى واحد 4 ساعة. يعني انا صراحة نقص للنار ونخليها تتقلى في غرضها. فهذه الاثناء اكيد ما راحش نقعد نستناها، راح نوجد الطبق الثاني اللي هو شطيط اللحم. هنا بالنسبة للحم هي من المستحسن تخدموا بالبقري هكا باش تجيكم يعني التكلفة تاعها اكيد اقل، وثانيا يعني البقري ما راحش ينقص الحجم تاعو. كما شفتوا درت شويه زيت شويه السمن، راح نقلي قبل هذاك اللحم، ومن بعد هنا راح نزيد شويه 3 سنينات ولا 4 سنينات تاع ثوم، ونزيدوا ملعقه من طماطم المصبره. هي من المستحسن تستعملوا المهراس وديروا كامل المكونات تاعكم، لكن صراحه يعني هذه الوصفه كنت خدمتها يعني صباح بكري، ما حبيتش يعني ندير ازعاج للجيران ولا على هذيك، يعني سكرفتش هذيك الثوم تاعي. كما شفتوا درت ملعقه كبيره تاع البصل يكون مسكرفج. هي الوصفه الاصليه ما فيهاش البصل، لكن جربوها بهذه الطريقه ورجعوا لي بالخبر وشوفوا الفرق كيفاش تجيكم بزاف بنينه. يعني ملعقه كبيره تاع البصل هذا ما كان. بالنسبه للتوابل ديروا الملح تابل خاص باش تطحى، وهنا عندي شويه كرويان، شويه فلفل اسود وشويه بابريكا. هنا بابريكا ولا الفلفل العكري تكسروا شويه، ديروا واحد تقريبا واحد نصف ملعقه كبيره، وتقليو كامل هذوك التوابل تاعكم. والنصيحه اللي نمدها لكم سواء في هذه الوصفه ولا اي وصفه اخرى، ما تكثروش توابل، حاولوا ديروا قيس، يعني ما تطيبوا المرقه تاعكم ما تكثروش بزاف توابل باش ما يروحش الذوق تاع اللحم ولا الدجاج. واللمسه تاعي ثاني نزيد لها نصف حبه من الطماطم تكون مسكرفجه. تقليو كلش. الوصفه الاصليه ما فيهاش طماطم، راني ناكد على هذه الملاحظات باش ما نلقاش تعليقات.
ما فيهاش البصل، ما فيهاش طماطم. لكن انا الطريقه هذه يعني موالفه نطيبها يعني بلا البصل وبلا طماطيش، وكي جربتها بهذه الطريقه عجبتني افضل. وهنا مساله اذواق، ما راحش يعني نفرض رايي عليكم اكيد. كما شفتوا درنا كميه مليحه تاع الحميصه، من المستحسن ديروها في الاول اذا ما كانتش طيبه، اذا كانت طيبه تخليوها للاخير باش ديروا هذيك الحميصه تاعكم. هنا راح نمرق هذيك الشربه تاعي، ونأكد على واحدة الملاحظة سواء في الشوربة ولا أي نوع من الأطباق. هي من المستحسن الماكلة تاعكم خليوها طيب في غرضها، تنقصوا للنار وتخليوا الماكلة تاعكم طيب باش تتحصلوا على ذوق يكون مميز. يعني ما تقويوش للنار هكا باش كامل العصارات اللي يكونوا في اللحم ولا في الخضر كامل يخرجوا وتتحصلوا على البنة المطلوبة. هنا كيما شفتوا خليت هذاك الشطحة تاعي ثاني تتقلى واحد 4 ساعة على نار تكون قليلة خلاص. يعني تنقصوا للنار وتخليوها طيب في غرضها ولا تتقلى في غرضها. في الاخير بعد ما تفوت 10 دقائق 4 ساعة راح نمرق ونغطيو هذاك اللحم وراح نقصوا للنار يعني ونخليها طيب. انا صراحة خذات لي تقريبا واحد 1.5 ساعة هكاك ولا فايدة، على خاطر نقصت للنار. انا ما نحبش لاكوكوت، ما نطيبش في لاكوكوت يعني هذه ما نطيبش فيها بتاتا. يعني نحب دائما نطيب الماكله تاعي في القدره ونقص للنار وندير شغلي يعني في غرضي. يعني ما كاش حاجه يعني تستنى فيا. على هذيك دائما نحب نمد الوقت للطياب تاعي باش يجيني بنين وكل حاجه تجي يعني في وقتها. بالنسبة للمملحة تاعنا، على بالي رانا في رمضان وغالب الأوقات يقعد لنا هذا الخبز. أنا صراحة كي نكون نشوف بقالي شوية خبز نفتحه بهذه الطريقة ولا نقسمه بهذه الطريقة. ما نطيبش البورك، يعني نهار ندير هذا النوع تاع المملحات ما نديرش البوراك. يعني هذا يعوض البوراك بالنسبة لي. يعني الناس اللي موالفة بالبوراك يعني هذيك حاجة أخرى. أنا صراحة ما عندي حاجة في البوراك، ما نكذبش عليكم. المهم ديروا هذيك طماطم ولا صلصة الطماطم. انا دائما هذه تكون في الثلاجة يعني محضرة مسبقا. راح ندير كمية من الجبن المبشور. يعني بهذه الطريقة راح تستغلوا هذاك الخبز اللي يقعد لكم، وثاني اكيد تتحصلوا على مملحة تقدر تعوض البوراك تاعكم. هنا نديروا شويه اعشاب العطريه يعني كيما يجيكم الذوق تاع البيتزا تماما، يعني ما كاش اي اختلاف. وهنا راح ندير التزيين بحبات تاع الزيتون ونديرو ثاني رشه من زيت الزيتون ونديرها في الكوشه. نشعل من الفوق ومن التحت من المستحسن، ولا تشعلوا من التحت ومن بعد تشعلوا من الفوق، لكم الاختيار. انا هنا شعلت بالفوق ومن التحت واحد 10 دقائق ولا 7 دقائق. نار تكون يعني اقل من المتوسط، ما تشعلوش بزاف على خاطر كلش راه طايب، الخبز طايب وهذيك لاصوص طايبه. عندنا غير هذاك الفرماج يذوب وتدخل هذيك لاصوص داخل الخبز وتحصلوا على اروع مملحات بالخبز البايت. هنا بالنسبه للتزيين النهائي تاع الشطيحه تاعنا راح نوري لكم هذا الطريقه تاع الورود بالبطاطا. يعني هنا بطاطا مقليه عاديه فقط، يعني قطعتها كما راكم تشوفوا شرائح بهذه الطريقه. راح نديروا كل ورقه وندخلها يعني فيما بعضهم بهذا الشكل. يعني تبعوا طريقه تفهموا بلا ما نهدر، يعني تفهموا. راح ندير 3 زهرات وراح نغلق يعني نمسك هذيك الزهرة تاعي بالاعواد تاع الاسنان بهذا الشكل وديروهم اكيد في طبق التقديم. هذه هي يعني الشطيحه تاعنا. شوفوا هنا بعد ما طابت شوفوا لاصوص اللي تتحصلوا عليها، وشوفوا واحد البنه واش نحكي لكم بزاف بزاف بنينه وبلا لا كوكوط. يعني فقط مدوا لها الوقت كيما فهمتكم واحد ساعه ساعه ونص هكاك ولا فايته شويه. المهم كي تدخلوا الموس وتشوفوا هذاك اللحم يعني طاب، راح نطفيو لهذيك الشطيحه تاعكم. ونأكد على الملاحظه لازم تنقصوا للنار يعني لو الماكسيموم. مثلا نقولوا درتيها على 9 هكاك على 11 ونص تكون يعني واجده الشطيحه اللحم. ولا دوكا زعما رانا في رمضان واش ديروها مثلا على 2 على 4 ونص 5 يعني تكون طابت.
تنقصوا للنار وانتم تخدموا شغلكم، يعني تتحصلوا على أروع طبق رمضاني بامتياز يوالم حتى العرضات. يعني هذه الوصفة جربوها بهذه الطريقة، صدقوني راح تدعيوا لي بزاف بزاف بنينة. وقدمتها مع المطلوع يعني اللي كنت سبقت ودرته معكم، وحتى الحميس وريت لكم طريقة تاعو. هذا هما المملحات اللي درناهم، وحتى أجي الحلو يعني سبق ودرته معاكم. وهذه هي الشوربة تاعنا. فقط بعد ما يطيب هذاك اللحم تلوحوا 3 ملاعق كبيرة من فيرميسيل، وتخليوها 2 دقائق تكون طابت هذيك الشوربة تاعكم، وتتحصلوا على هذا القوام. صدقوني بزاف بنينة بهذه الطريقة. كاين يعني اللي يزيدوا لها الخضر، كل واحد والطياب تاعو اكيد، والبنة اكيد تكون حاضرة. هذا هو الطبق الاخير اللي درناه شتات اللحم. ان شاء الله يعني تستفادوا من كامل هذه الوصفات. دمتم في رعاية الله وحفظه، وصحة فطوركم مسابقا احبابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.